السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني فترة كبيرة من الغياب. لكن عايزين نتكلم بشكل سريع ومختصر عن الفترة الأخيرة ومواجهات النادي الأهلي ومقارنة ما بين فترته مع عماد النحاس، خاصة في آخر مواجهة مع كهرباء الإسماعيلية والثلاث مواجهات اللي بعدهم بقيادة المدير الفني الجديد الدنماركي ياس سروب. نبدأ بأول مواجهة وهي مواجهة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وآخر مباراة للمدير الفني عماد النحاس. النادي الأهلي مع عماد النحاس بيقوم بضغط عالي جدا على المنافس في حتى الربع الأخير من ملعبه، بيحاول يضغط بأكبر عدد من اللاعبين. قلنا الخطة دي كان ليها عيوب كتير مع النادي الأهلي، خاصة مع وجود سرعات ووجود مرتدات أو لاعبين بيجيدوا التمرير أو الكور العالية، مع وجود لاعبين على الأطراف سريعة أو حتى رأس حربة يملك السرعة أو يقدر إن هو يلعب كمحطة. النادي الأهلي بدأ المباراة في تغييرات طبعا حصلت في التشكيل عن مباراة الأهلي والزمالك، وعودة زيزو ومشاركة الشحات كأساسي على حساب طاهر وتريزيجيه. طبعا مع عودة زيزو بيعود خطورة النادي الأهلي في الكور الثابتة. غياب زيزو يعني عدم وجود خطورة بشكل كبير للنادي الأهلي في الكور الثابتة. حاجة تانية كمان، النادي الأهلي استمر طبعا في طريقة لعبه والضغط العالي على المنافس، قدر إن هو يسجل هدفين في الشوط الأولاني، لكن واضح إن في طبعا خطورة كبيرة على النادي الأهلي، خاصة لما بيقوم المنافس بالضغط عليه في منتصف ملعبه أو أثناء إن هو بيقوم ببناء اللعب. شفنا ضغط النادي الأهلي بيوصل إنه بنلاقي باكات النادي الأهلي موجودين جوه ال 18 أو بيقوموا بتكملة العددية خلف لعيب الوسط في منتصف الملعب. وضغط قلنا بيوصل بيه النادي الاهلي لست لعيبه او سبع لعيبه على المنافس. لكن في الشوط الثاني ابتدى النادي الاهلي يقع بشكل غريب جدا، يتراجع دفاعيا وابتدى يضغط نادي كهرباء الاسماعيليه ويستحوذ على الكرة ويقوم بالضغط على النادي الاهلي، وده اللي سبب اخطاء كبيره جدا في بناء اللعب من النادي الاهلي. بنشوف طبعا اخطاء من سواء من المدافعين او من حارس المرمى عملت خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي وشكلت خطوره. اخطاء من كوكا طبعا في التمرير، الاخطاء المستمره منه في خاصه في وجود ضغط عليه في بناء اللعب. نادي كهرباء الاسماعيليه شفنا طبعا نجم الخطوره الكبيره اللي كان عاملها وتقريبا كان نجم اللقاء من ناحيه كهرباء الاسماعيليه. النادي الاهلي ما ظهرش في الشوط الثاني غير تقريبا في كورتين، كرة ثابتة الهدف الرابع اللي بن شرقي، وكرة الهدف الثالث، وكانت خطأ طبعا في تمرير في منتصف الملعب من لعيب كهرباء الإسماعيلية. دون ذلك النادي الأهلي ما كانش ليه شكل في الشوط الثاني، بل كهرباء الإسماعيلية تفوق وقدر إن هو يحرز هدفين على النادي الأهلي. الكور الثابتة كان طبعا بقيادة أوناجم كانت خطورة كبيرة جدا على النادي الأهلي. يعني على قد ما النادي الأهلي في وجود زيزو بيقدر يشكل خطورة من الكور الثابتة، كمان في الكور الثابتة ومشاكل كبيرة جدا في التمركز عند النادي الأهلي في مواجهة الكور الثابتة او العرضيات. شفنا الهدف الثاني كرة بترتد على حرف 18 مفيش حد يقوم بالتغطية، وده نتيجة ان اجنحة النادي الاهلي بتقوم فقط بالتحليق، ما بتقومش بالضغط او الواجب الدفاعي بشكل اقوى او بشكل مؤثر. انتهت المباراة فوق النادي الاهلي، لكن اداء النادي الاهلي كان فيه مشاكل كبيرة جدا وعيوب كبيرة واضحة في اسلوب بتاعه في الضغط العالي الكبير جدا والاجهاد البدني اللي بيظهر على اللاعبين، والخطوره الكبيره بتظهر على المرتدات. شفنا طبعا علي سليمان كمان كان من نجوم المباراه من كهرباء الاسماعيليه، عمل خطوره وازعاج كبير جدا للنادي الاهلي. وشفنا طبعا الكوره اللي سجل منها النادي كهرباء الاسماعيليه الهدف الاولاني، سرعات الكور خلف الباكات النادي الاهلي او الكور اللي بيبقى فيها منافسه بسرعات ما بين قلبي الدفاع مع وجود مساحات. طبعا لان النادي الاهلي بيضغط لغايه منتصف ملعب الفريق الثاني، فطبعا بتبقى فيه مساحات كبيره جدا مع وجود سرعات بتعمل مشاكل لقلبي دفاع النادي الاهلي. المباراة التانية وهي مباراة الأهلي وإيجي نوار في دوري أبطال أفريقيا. مباراة الذهاب كانت أول مباراة لياس سروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. المدرب طبعا ما قدرش يعمل تغيير كبير في تشكيل أو طريقة اللعب بتاعت النادي الأهلي، لكن شفنا النادي الأهلي بيستمر في الضغط والاستحواذ على الكرة. بنشوف النادي الاهلي بيعمل تمريرات من الطرف الايمن للطرف الايسر واستحواذ. يمكن الشوط الاولاني كان بدون فائده، والخطوره الوحيده كانت عن طريق المثلثات اللي كان المدرب عاملها، وهي اللي بتربط في الطرف الايمن زيزو بن رمضان بمحمد هاني، ودي اللي شفنا منها خطوره النادي الاهلي، وقدر ان هو يسجل الهدف الاولاني من هدف ذاتي بسبب العرضيات الكتيره او مكنه العرضيات اللي اشتغلت في وجود زيزو على الطرف الايمن بيتحرك مع وجود سرعات عنده على الأطراف أو بجانب الخط.
عمل عرضيات كتير، ونشوف اخيرا كمان دخول محمد هاني ويعمل عرضيه يسجل منها الفريق ايجل نوار هدف عكسي في مرماهم. لكن دون عن ذلك استحواذ النادي الاهلي كان بدون اي خطوره على الفريق المنافس، في حاله ان الفريق المنافس طبعا متراجع دفاعيا. لكن الشوط الثاني شفنا الفريق ايجل نوار ابتدى يبقى عنده السرعه في الهجمات، وبيحاول ان هو يلعب خلف اطراف او النادي الاهلي، طبعا مع تقدم محمد هاني على الطرف الاخر في مثلث ثاني وجود كوكا وبين شرقي وتريزيجيه على الطرف الايسر. فكان طبعا في مع الضغط بتاع الفريق ايجل نوار شفنا بعض طبعا اخطاء واستمرار اخطاء كوكا في التمرير وبناء اللعب كتير جدا على الطرف الايسر، كان بتعمل خطوره على النادي الاهلي بجانب وجود مساحات خلف كوكا. طبعا كان المنافس بيعتمد عليها سواء بالكور العاليه او التمريرات، مع وجود طبعا معزل مروان عطيه وحيدا في منتصف الملعب. عشان كده ابتدى المدرب ان هو يقرا المشكله دي اللي عنده في منتصف الملعب، لان ايجي النوار ابتدى يستحوذ على منتصف الملعب ويعمل مشاكل للنادي الاهلي، خاصة في الهجمات السريعة، أو إن هو كان بيحاول إن هو يعتمد على رأس حربة والتاني عشان يضغط على قلبي دفاع النادي الأهلي ويحطهم في مواقف صعبة جدا مع وجود مساحات وسرعات، لأن باكات النادي الأهلي كانت بتبقى متقدمة، اللعب في المساحات خلفهم كان بيضع قلبي دفاع النادي الأهلي، لأنه طبعا كل واحد فيهم هيحرك أو هيرحل على الأطراف عشان يقفل على اللاعب المتحرك على الطرف. طبعا ده كان بيخلي 18 النادي الاهلي او ما بين قلبي دفاع النادي الاهلي في مساحات كبيره تعمل مشاكل. النادي الاهلي استمر على كده، ومع نزول ديانج يمكن الدنيا في منتصف الملعب تحسنت قليلا. المدير الفني ابتدت تبان فكره جديده ليه، ان هو في الناحيه الدفاعيه ما بيستمرش بالضغط على المنافس في منتصف الملعب المنافس، لا كان النادي الاهلي بيحاول يتراجع شويه عشان يقلل المساحات اللي قلنا عليها ويقلل فرص من وجود طبعا المنافسه او الصراعات ما بين قلبي الدفاع وراس الحربه. النادي الاهلي ما ابتداش يظهر او يعني يوجد حلول في منتصف الملعب الا بتحرك المدير الفني بنزول محمد مجدي قفشه وعبد القادر، الاثنين لعيبه عندهم الحلول وهم اللي غيروا شكل النادي الاهلي منذ نزولهم. لعيب بيجيد التمرير والتحرك وعنده رؤيه ممتازه زي مجدي قفشه، مع وجود عبد القادر لاعب عنده حلول فرديه على الاطراف بيجيد ايضا التمرير وعنده رؤيه، غيروا من شكل النادي الاهلي مع نهايه المباراه. يمكن ده ما توجش باي فرص كبيره للنادي الاهلي او تغيير في النتيجه، لكن مجملا كان التغيير طفيف جدا ما بين طريقه الاهلي وشكله الدفاعي او الهجومي ما بين فتره عماد النحاس او المواجهه دي. لكن في مواجهه نادي الاتحاد يمكن ابتدى بقى يظهر افكار جديده للمدير الفني. الراجل دفاعيا شكل النادي الاهلي في حاله عدم الاستحواذ على الكوره افضل من النادي الاهلي بيتراجع من منتصف ملعبه وابتدي يضغط من منتصف ملعبه فقط، وده يمكن كان حل شويه لتقليل المساحات على المنافس، عكس طبعا الفتره بتاعت عماد النحاس ضغط متوالي من النادي الاهلي مع هبوط بدني في الشوط الثاني كان بيعمل مشاكل للنادي الاهلي. وعشان كده النادي الاهلي ما خرجش طول الموسم تقريبا باثنين او كلين شيت، والاهداف اللي بيستقبلها النادي الاهلي حتى مع المنافسين الاقل منه خبره او اقل منه في الامكانيات، يمكن النادي الاهلي خرج باثنين كلين شيت، لكن الاداء كان في مباراتين افريقيا ما كانش افضل شيء. لكن حتى في مباراه الاتحاد النادي الاهلي استقبل اهداف بسبب انه في الناحيه الهجوميه الاندفاع الهجومي بيبقى كبير جدا، المدير الفني بيعتمد على اللعب على الاطراف سواء بقى زي ما قلنا مثلث على الجبهه اليمنى او الجبهه اليسرى، دفاع باكات النادي الاهلي طبعا مع تبقي 3 لعيبه فقط، مروان عطيه في المنتصف مع طبعا قلبي الدفاع بقى ان كان بقى سواء بيكم او ياسر ابراهيم او مرعي، الثلاثي او اي اثنين منهم بيبقوا موجودين بيبقوا في مأزق، لانه اللعب على الاطراف من المنافس بيخلي واحد منهم يرحل طبعا عقبال ما مروان يرجع عشان يبقى مدافع ثاني، او ان هو يحاول ان هو يقفل العمق او ان هو يستقبل الكره الثانيه في حاله الهجوم المنافس عليهم. طبعا مشاكل كبيره، مشاكل طبعا كوكا المستمره الفظيعه واللعيب الكبير جدا في اخطائه في التمرير عملت مشاكل كبيره للنادي الاهلي، واللعب خلف كوكا مع طبعا عدم وجود دعم دفاعي. يمكن على الجبهه اليمنى ممكن نشوف بن رمضان بيقوم بعض المسانده، على عكس الجبهه الاخرى تريزيجيه بيبقى في المنتصف وبن شرقي تقريبا بيحلقوا، فكوكا بيبقى تقريبا وحيد خاصه مع وجود مساحات عقبال ما بيرتد طبعا
كوكا بيكون المنافس اتحرك خلف منه وعمل مشاكل. شفنا ده في الهدف بتاع نادي الاتحاد. كمان النادي الاهلي فريق الضغط الهجومي بتاعه يمكن اقل شويه في الاندفاع الهجومي من الفتره بتاعه عماد النحاس، لان النادي الاهلي ما بيقومش بالضغط طبعا الكبير جوه عمق الملعب. لا، الضغط هو غالبا بيبقى على الاطراف او في فتره بناء المنافس للعب. بنشوف ثلاثي المقدمه ومن خلفهم ثلاثي الوسط، اللي هو بين رمضان وطبعا وممكن في بعض الحالات ديانج او تريزيجيه مع مروان عطيه خلفهم. مش بيقوم النادي الاهلي بضغط بالعدد كله او بالاجنحه والباكات كمان زي فتره عماد النحاس. في النواحي الدفاعيه قلنا ان الامور متوازنه شويه، وده التغيير اللي شفناه ان النادي الاهلي حتى في فتره استحواذ المنافس ما بيقومش بالضغط في منتصف ملعب المنافس، لا هو بيرحل الضغط لمنتصف ملعبه وبيحاول ان هو يقلل المساحات. وابتدى الضغط بتاع النادي الاهلي الكومباكت بتاعه يبقى الخطوط متقاربه شويه غير عكس الاول. كان في عيب، ويمكن ده لسه المدرب ما تدركوش، انه خلف الضغط العالي ان ساعات النادي الاهلي كان بيقوم بيه او بتلاقي كثافه هجوميه كبيره والمنافس بيلعب مسافه ما بترمي كوره عاليه في منتصف الملعب مع وجود مروان عطيه الوحيد. طبعا بيبقى فيه عدد زياده عليه، وده اللي شفناه في الهدف بتاع نادي الاتحاد، كوره عاليه في منتصف الملعب بيقوم بالتمرير اللاعب خلف طبعا كوكا، والدخول طبعا عرضيه، ورأس الحربه بيبقى في مواجهات طبعا كثافه هجوميه او تعادل هجومي ما بين عدد المهاجمين النادي المنافس ودفاعات النادي الاهلي. طبعا وجود مساحات كبيره جدا، بنشوف حتى في لقطه الهدف بتاع النادي الاتحاد بنشوف لاعب على لاعب، وكمان اللعيبه اللي جايه على خلفهم من الوسط. مشكله كبيره عند النادي الاهلي في النواحي الدفاعيه، وكان ممكن النادي الاهلي يعني ما يخرجش بمكسب من المباراه دي. يمكن في توفيق كبير للنادي الاهلي برغم انه المنافس بيعمل خطوره عليه، وتشكيل النادي الاهلي الخطوره بالاستحواذ تمرير الكره من اليمين لليسار ما عملش خطوره كافيه او يعني التغيير الكافي في مجريات المباراه او النتيجه بتاعت النادي الاهلي، او ما استغلش العدد الهجومي الكبير في وجود لعيبه زي تريزيجيه وبن رمضان وزيزو وجراديشار او وجود حتى طاهر او شريف ان كان راس الحرب الموجود. فعدد كبير ما بنشوفش منهم خطوره كبيره سواء على عمق الملعب او حتى خلق فرص من طرق لعب تانية مختلفة عن الكور الثابتة أو العرضيات. حتى الكور الثابتة في النادي الأهلي زي ما هي في بعض الميزات مع وجود زيزو كمنفذ للكور الثابتة دي، لكن كمان المنافس بيقدر إن هو يشكل خطورة على النادي الأهلي، وده شفناه كمان في ماتش الاتحاد. لكن في مباراة العودة بتاعت الأهلي وإيجل نوار يمكن النادي الأهلي غير تغييرات كبيرة جدا جدا، سواء ابتداء من شوبير في رأس كحارس مرمى أو حتى مرورا بمشاركة عبد القادر ومشاركة طاهر ومشاركة ديانج وعمر كمال مكان هاني، وتغيير كبير جدا في التشكيل بتاع النادي الأهلي. النادي الأهلي برضو فضل مستحوذ، اعتماد على قلنا التمريرات من الطرف الأيمن للطرف الأيسر، أو إن أنا أضغط على جبهة معينة ومن ثم أحول الكور العرضية لتغيير أرضية الملعب، أو الكور العرضية الأمام أو الكور العالية عشان ألعب على الطرف اللي بيبقى فيه مساحات بسبب إن أنا بضغط على الطرف الآخر. لكن كل الاستحواذ ده ما كانش ليه تأثير كبير جدا أو أفكار واضحة من المدير الفني. برضو في النواحي الدفاعية النادي الأهلي كان بيتراجع من منتصف ملعبه، ويمكن النادي الأهلي يمكن في المباراة اللي زي دي مع منافس ممكن يكون أقل جودة شوية من المنافسين اللي في الدوري، أنت محتاج إنك بالعكس تضغط عليه بشكل أكبر عشان تقدر إنك تشكل خطورة كبيرة وتستغل الأخطاء اللي ممكن المنافس يعملها تحت الضغط العالي اللي ممكن النادي الأهلي يعمله. لكن النادي الأهلي كان بيضغط وكان برضه بيبقى فيه مساحات خلف الباكات، وده كان بيعمل خطورة كبيرة جدا، لأنه في وقت من الأوقات إيجي النوار ابتدى يعمل تغييرات هجومية، ابتدى يلعب برأسين حربة خلفهم صانع لعب خلفهم اتنين ارتكاز أو واحد في بعض الأوقات، فبيقوم بضغط تقريبا بأربع لعيبة على الجبهة اللي فيها كوكا قلنا زي ما هو الدعم الدفاعي ليه ما كانش بيبقى موجود، وده اللي بيخلي المدير الفني ان هو يحاول يستعين بلاعب تاني ارتكاز في منتصف الملعب. ويمكن في المباراة دي لا هو كمان غير واضاف
مدافع ثالث في المباراة، وابتدى يلعب بخمسة طبعا مع الطرد اللي حصل 5-3-1 عشان يحاول ان هو يأمن ده. لكن المنافس واستحواذ المنافس وضغطته على الجبهه بتاعت كوكا كانت عملت مشاكل كبيره جدا. شفنا فرص كتير جدا لايجي النوار، يمكن ما كانوش طبعا استغلوها بشكل كافي، كانت ممكن تعمل مشكله وخروج مبكر من النادي الاهلي. دي مقارنه كانت سريعه ما بين الفتره بتاعت عماد النحاس والفتره بتاعت ياسر. اكيد المدير الفني هنشوف تغييرات وافكار جديده مع مباراه عن الثانيه، بيبتدي يتعرف على لعيبته اكتر وبيبتدي يتعرف على المنافسين وابتدي يشوف الطريقه المناسبه. يمكن المباراتين الراجل لعب فيهم منقوص العدد، ويمكن ده ممكن يكون اثر شويه على افكاره، مع ان اللعيبه لسه طبعا لا تشكيل ثابت ولا اللعيبه لسه لحقت تحفظ طريقه لعب المدير الفني. ويمكن ده هيظهر في مباراه بتروجيت بشكل اوضح بقى، افكار اكتر من المدير الفني ده. وهل هو مجرد انه اعتماده على اهداف معينه او اللعب على اطراف فقط وعدم الاستعانه بلعيبه تعمل تغيير في العمق. يمكن شفنا في اول مباراه انه بالعكس هو استعان بقفشه وعبد القادر، والاثنين كان ليهم تحركات في قلب الملعب عملت يعني خطوره على المنافس. فده اللي هيظهر في مباراه بتروجيت، واستنوني بعد مباراه الاهلي ان شاء الله وبتروجيت ونتكلم بشكل اوضح عن المباراه. شكرا. بيس نيو.